مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ جبت لكم اليوم اللون حلو، من الالوان الفاتحه والالوان الدارجه اللي صارت الحين مشهوره وعامله ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، في التيك توك، في اليوتيوب، في الفيسبوك، في كل المواقع. الالوان الكوريه، زي ما بنشوف هي الوان مره حلوه، لكنها تحتاج سحب لون. وزي المعروف ان الشعر الكوري او الكوريين عادة ما يصبغون زينا، ما يحطون حنة، ما يحطون سدر، ما يحطون ولا شيء في شعرهم. يهتمون فيه بس بالمواد الكيماوية اللي عندهم، بالشامبوهات والبلسم والماسكات. فاللون اللي جبت لكم اليوم هو اشقر رمادي رملي، من الالوان الحلوة والالوان الدارجة واللي الكل يحب انه يسويها. فاللون هذا يضبط على البشرة البيضاء، على البشرة السمراء، كذلك حتى على البشرة الحنطية. بس البشرة الحنطية الألوان الفاتحة يبغى لها دائما تحط مكياج خفيف عشان ما يبان وجهها شاحب، لأن مو كل الألوان تناسب البشرات. فبالنسبة للون هذا أشقر رمادي رملي، ما راح يجي ويضبط على قاعدة شعر سوداء مثلا، أو بنية أو عسلية او شجرة كده اشجر فاتح. لا، لازم اول شي نفتح شعورنا. يعني التفتيح راح يكون بالسحب. اذا ما تبغين السحب ففي بديل. سحب لون، تاخدي مكيال بودرة زرقاء مع مكيالين اكسجين 30، تخلطيهم كويس مع بعض وتحطيهم على شعرك مدة 30 دقيقة لين يصير الشعر الدرجة 7 أو 8 تقريبا في هالدرجات. فهو بما انه لون فاتح فهو يفضل دائما يكون من تفتيح يكون اعلى. يعني كل ما كان تفتيح 7 8 9 10 فبيكون اللون حلو. هنا اذا كان تفتيح 7 أو 8 راح تكون درجة شوية يعني مو غامقة، بس حيضبط اللون معاكي. فعشان كده راح تسوي له اول شي سحب لون. اذا ما تبغين سحب لون فما عليك الا انك تشترين صبغة نيتروسينيما كولاجين او صبغة بلوند موجودة في الصيدليات او عند محلات التجميل، وتحطيهم على شعرك من الجذور الى الاطراف. تمام. بعد ما نسوي المرحلة هذه، ايش هو الخلطة اللي راح نحط عشان نضبط اللون هذا؟ اول شيء راح ناخدو علبة كاملة من 12 صفرين اللي هي اشقر فاتح جدا بلاتيني. 12 صفرين اشقر فاتح جدا بلاتيني، ونص علبة من 7.7 اللي هو بني غزالي. تمام. بني غزالي 7.7 بني غزالي مع الاكسجين 20. بالنسبة لبعض الأرقام لما أقولها فما بتكون متوفرة في الكتالوجات الصغيرة هذه، بس في الكتالوجات الكبيرة بتكون متوفرة كل الأرقام من 1 إلى ما لا نهاية حقة الصبغات. تمام. فتخلطنهم كويس وتحطهم على شعرك من الجذور إلى الأطراف. تخليهم الوقت وقتهم المحدد هو 30 دقيقة بالكثير. ما شاء الله يطلع حلو على شعرك، يعني يطلع نفس اللون اللي في الغلاف. اشقر رمادي رملي. راح اعيد لكم الصبغات. اول صبغه راح اخذ 12 صفرين. تمام. 12 صفرين اشقر فاتح جدا بلاتيني، اشقر فاتح جدا بلاتيني، علبه كامله. تمام. وراح ناخذ نص علبه، هنا مكتوب النص، نص علبة بني غزالي. بني غزالي اللي هو 7.7. تمام. بني غزالي 7.7 بني غزالي، والأكسجين 20. تمام. لأن قد سوينا في الأول الأكسجين 30 في التفتيح، فما نبغى ندور شعرنا راح نحط الأكسجين 20. والألوان هذه أصلا تضبط بالمرة على الأكسجين 20 عشان تطلع فاتحة. وهذا اللون ما شاء الله حلو وحيناسب جميع البشرات، واذا اتبعتوا الخطوات راح يطلع لكم مضبوط نفس اللي في الصورة. ما ترسل لي واحدة تقول لي انا شعري اسود احطه، او انا شعري بني، او انا شعري كستينائي. ما راح يضبط على اي قاعدة.
القاعدة الوحيدة اللي حيضبط عليها هو ان شعرك يكون فاتح من الدرجة 7 8 9 10 لهالدرجات، ويفضل احسن شيء بين 8 و 9 عشان يضبط معاك اللون. حتى اذا سويتي خصل ونزلت لك الخصل تمام، فتسوي لها تفتيح بالصبغة بس 12 صفرين اذا تبغون، او سوي لها تفتيح بالمفتح 1000 او 0 صفرين 0.0، او بصبغة ندخل سينما كولاجين تسوي لها تفتيح، وبعدين تحطين الخلطة اللي عطيتك. ترى حتى اصحاب الشيب يقدروا يسوون اللون هذا يضبط معاهم، بس اهم قاعدة انك تصبغين الشيب الاول، تخلصين الشيب كامل يعني شعرك كامل شيب، وبعدين تحطين على الاطراف عشان الوقت، وتخلينه 45 دقيقة، وبالعافية عليكم اللون.